اهلا وسهلا، غبرت عليكم المتتبعين ديالي. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم فيديو جديده وغادي نجي وغنشارك معكم الجدول الاسبوعي اللي دائما كيفيدنا. هذا الجدول غادي نشاركه معكم، غادي نبداو به ان شاء الله نهار 31 اكتوبر اللي غادي نكملوا به الشهر 11 ان شاء الله. هذا الجدول هذا اللي غادي نبداه معكم في 10 ايام، يعني غادي نشارك معكم 10 الايام الاولى من الشهر. 10 الايام الاولى من الشهر اللي غنشاركها معكم غادي نبداوها ان شاء الله يوم الاثنين 31 ان شاء الله. غنبداو بالفطور ديالنا ديال 10 الايام الاولى. هنا اختاريت لكم يوم الاثنين، اول اثنين نديروا قهوه مع كيكه والفواكه الجافه. دائما دخلوا الفواكه الجافه لا ليكم لا لوليداتكم، صراحه مهمين بزاف، تيعطيونا واحد الطاقه واحد الانرجي زوينه اللي غتفيدكم دائما. وهنايا يوم الثلاثاء غادي نديروا اتاي وحرشه. حرشه نرافقوها مع الكوفيتير اولا الفرماج اولا الزيت اولا اي حاجه متوفره عندكم. الحرشه بامكانكم تاكلوها بوحديتها، هي اصلا كنديروا فيها الزيت، كنديروا فيها شويه زبيده، فلا تحتاج انها نديروا فيها شي حاجه. فانا دخلت معاه هي الكوفيتير، اما نتوما بغيتوا تدخلوا شي حاجه دخلوه، ما كانش ماشي مشكل. هنا البنات الكوفيتير راه صنع منزلي، دائما تنكتفي فيما كتكون هذا الديسير الموسمي، شي حاجه اللي نقدروا نديروا بها. دابا انا يلا غيتقادا ليا الكونفيتير ديال الفريز، دائما كنكون ايامات الفريز كندير الكونفيتير ديال الفريز. هنا يوم الاربعاء عندنا حليب بالشوكولاط وخبز وفرماج. يوم الخميس عندنا ليبطون كيك والشريحه والفواكه الجافه. يوم الجمعه عندنا اتاي وزيت زيتون والخبز. يوم السبت عندنا قهوه والكيك. عندنا يوم الاحد اتاي خبز زيت زيتون وزيتون اسود. الاثنين عندنا حليب بالشوكولاط وخبز واملو. ثلاثاء عندنا فيه اتاي وحرشه بالكاكاو، وهاد الحرشه كتجي رائعه حتى هي بالكاكاو. والاربعاء عندنا قهوه وفرماج وخبز الطعام. هادو الفطور اللي انا اقترحت عليكم. نتوما كيمكن لكم هنا هاد الجدول هذا غتلاحظوا هاد الصباح كامل الفطور اللي درت استغنيت على المسمن. علاش البنات؟ كنفضل انني ماشي كل اسبوع ندير المسمن. كيف كنفضل مثلا اسبوع درت فيه الحرشه والكيك والخبز ديال الدار، صافي نكتفي به ال10 ايام الاولى. ال10 ايام الثانيه غادي ندور للرغايف والمسمن، باش هكا ما كنملوش الحاجه وكنبقاو اننا غادي بواحد السيستم اللي زوين. فهنايا انايا من بعد ما درت لكم هنايا الكيك، يعني انا ملي غنصايب واحد الكيكه كبيره غادي نكتفي بها هنايا. صافي ما كنعاودش نديرها. كنقدروا انني لا بغينا نديروا كاسكروط بعض المرات الا كنا بغينا كناخذوا ديك الكيكه وكنقضيو بها في كاسكروط. هذا اللي كنمشي به، هذا هو النظام. هنا عندنا الغداء. بالنسبه للغداء اقترحت لكم يوم الاثنين السردين المقلي وسلطه مغربيه وفريت وعصير. اما يوم الثلاثاء طاجين بالبطاطس الحلوه راه هي موجوده في السوق، وخيزو الزيتون وسلطه. هنا السفه بالدجاج وعصير بالفواكه المتواجده، يعني اللي متواجده عندي في كونجيلاتور كنطحنو. سمحوا لي صونا لي التليفون فقطعت. مهم بقيت هنا في السفه بالدجاج. قلت لكم هنا السفه بالدجاج بحكم انني مشهياها قلت غادي نديرها، وغادي ندير هذاك العصير. دائما انايا في الكونجيلاتور كتلقايني الديسير كنجيبو وكنقيو هذا ونغسلو كنلوحو في الكونجيلاتور. فالعصير دائما اللي متوفر عندي كندير به عصير، يا لافوكا يا هكا تفاح بنان اللي متوفر الحمد لله. هنايا دائما حتى هنايا في الخضر كنمشي دائما بالخضر الموسميه اللي كتكون متوفره كنستغلها. هنا عندنا طاجين بسلاوي وعصير وخبز الدار. هنايا يوم الجمعه عندنا الغداء عند الوالده الله يحفظها، دائما الوالده كنمشي نتغدى عندها. وعندنا يوم السبت العدس وتكتوكه وعصير. هنايا كنقدر الا كان عندي الحوت تنجبدو حتى هو ونديرو. هنايا عندنا الرفيسه واتاي يوم الاحد. والاثنين عندنا سلطه وايمانسي ديال لادند وعصير. بالنسبه للايمانسي لادند كنديرو بشكل بحال كنطاكي. هنا الثلاثاء عندنا طاجين الدجاج بالسفرجل معسل، راكم عارفين دابا متواجد السفرجل يعني في الاسواق انكم تستغلوا حتى هو. والاربعاء درت ساندويتش ديال الشاورما بحكم انني عندي لادند على شكل شاورما مشرمله وديرها في الكونجيلاتور، يعني تا هو نستغلو.
هنا العشاء البنات عندنا البلبوله بمطيشه، عندي هنايا عاوتاني الشعريه بالحليب، وعندي كراطان بالخضره، عندنا مسمن معمر باتاي مع اتاي، وعندنا بيتزا وعصير. عندنا هنا البصاره، عندنا يوم السبت، وعندنا يوم الاحد البسطيلات الصغار بالسمك، الاثنين عندنا حساء بالخضر، الثلاثاء عندنا حريره حامضه والتمر والبيض، ويوم الاربعاء غادي تبقى الحريره غادي نقضيو بها الغرض. المهم هنايا كما شفتوا الجدول الاسبوعي مشيت عليه بهذه الطريقه، نتوما كتمشيو بالطريقه اللي نتوما مريحاكم وانتوما اللي باغيينها، بحكم انا كنمشي بالمتوفر وكنمشي بالحاجه اللي انا عارفه راسي متوفره عندي في الدار، اولا غنجيب شي حاجه قليله باش غنقضي الغرض في الدار. اللي بغيت نقول لكم القناعه هي كلشي، وابر ان تكلفوا على ريوسكم وداكشي. شوفوا هاد الوقت هادي تزيرات، والوقت غلات، الوقت اللي حطيتي عليه يديك كتشوطك، فهاد الوقت هذا ديال بنادم يطيب وياكل ويشرب بواحد ما نبقاوش نضيعوا. ماشي كاين اللي كيضيع كيطيب بواحد كتبقى الحاجه هي شايطه. ما نديرش انا حاجه تبقى شايطه، ندير داكشي على قد جهدي، ونصايب داكشي اللي ما غتشيتش ليا وتبقى الغد ليه نسخنها وما ياكلوهاش ليا وتضيع ليا. لا، انا دائما كنمشي بحال دابا البلبوله ولا شعريه ولا الكراطه، كندير القياس اللي غناكل انا والزوج ديالي وولدي فقط، ما كنزيدش عليه، حيت عارفه الا زدت عليه غادي يبات الغد اللي غنسخنو غناكلوش وهي غاده. يعني الخساره ما عندنا ما نديرو بها. هاد الوقت هذا يفكر بنادم يخدم ويضرب تماره ياكل يوفر البنات يوفر. انا تنقول لكم ديروا علاش ترجعوا، خدموا من ديوركم، ضربوا تماره، لان يد وحده ما كتصفقش. انا كنقول لكم يد وحده ما كتصفقش. هاد الزوج ديالك شحال قدو يضرب في تماره هي بوحديته. العوين الزوين في هذا الوقت، العوين الزوين الا لقيتو باش تعاونوا ريوسكم عاونوا ريوسكم، باش هكا الواحد كيمشي بواحد الطريقه، واحد المنهجيه في الحياه ديالو. انا هكا كتعجبني المراه اللي كتفكر وكتضرب تماره وكتعرف كيفاش تخرجها من فم السبع كما كيقولوا. فصافي هكا انا هذا الجدول هذا شاركته معكم، تنتمنى من الله ان الاعجاب ديالكم. الى عجبكم ما تنساوش لايك ديالكم، بارطاج ديالكم مع الناس اللي كتعرفوا، باش هكا تعمل الفائده ونزيدوا القناه القدام ان شاء الله. غنقول لكم خليتكم على خير ونتلاقاو في محسن.